القصة دي من أهم الحاجات أو القصص اللي مرت عليا، وكل أم لازم تسمعها. أم جت بتحكي لي بتقولي إن ابنها عنده 18 سنة وقع في حب واحدة عندها 28 سنة مطلقة ومعاها طفل. دي حاجة حصلت لي في سيشن من السيشنز، لقيت الأم بتحكي لي على ابنها زي ما بقول لكم إن هو عنده 18 سنة وواقع في حب واحدة عندها 28 سنة مطلقة ومعاها طفل. كلمتني وهي خايفة جدا جدا وبتقولي أنا مش عارفة أتصرف إزاي ومش عارفة أعمل إيه مع ابني، أنا فعلا متوترة ومرعوبة. والست دي للأسف عندها طفل زي ما كنت بقول لكم وعنده 8 سنين. ففجأة الأم حست إن دنيتها فجأة اتقلبت ومبقتش عارفة تتعامل إزاي وتتصرف إزاي. أول حاجة طبعا قلتها لها خلي بالك ابنك لسه قاصر، فدي مسؤوليتك القانونية والأخلاقية إن انت تحافظي عليه وتاخدي بالك عليه. تاني حاجة الفرق في السن بينهم مش طبيعي في السن ده، فحتى لو حصل يعني وحس ان هو معجب بحد، مش طبيعي ان هو يحس انه معجب بحد اكبر منه بكل السنين دي. ولد عنده 18 سنة ما عندوش نفس النضج العاطفي والنفسي لواحدة عندها 28 سنة. ده تلاعب مش حب. وقلت لها كده ده استغلال لطفل قاصر. قلت لها ممكن تكون البنت دي محترمة وبتحبه فعلا، وممكن هو يكون لاقي معاها الحب والاستقرار اللي هو عايزه. ايه بقى الخطة اللي قلت لها ان ممكن تتبعها مع ابنها؟ اولا اتكلمي مع ابنك بصراحة وبحب، وضحي له ان الست دي بتستغله. ابدأي حددي استخدامه للتليفون والإنترنت، وللأسف لو الموضوع استمر هنضطر نلجأ للمساعدة القانونية. وتعرفوا حصل ايه؟ بعد شهر الأم دي رجعت لي وقالت لي أنا اتكلمت مع ابني بهدوء وفهمته إن ده مش صح، وبعد كده قطعت علاقته بالست دي تماما. وابني دلوقتي الحمد لله بقى بيشكرني لأن بعد ما فات شوية وقت عارف إن ده ما كانش ينفع. الدرس المستفاد ايه يا جماعة؟ لما يبقى الموضوع فيه استغلال لقاصر للأسف مفيش مجال للتساهل. الأطفال والمراهقين محتاجين حماية في الآخر مننا. ساعات بيبقى لازم نحميهم، نفهمهم، بس نحميهم أكتر من الفهم كمان. ودورنا كأهل إن احنا نحمي ولادنا من مواقف زي دي.